كفيف لكن ببصيرة يجيد لغة الألوان، يبدع لوحات تغازل الحياة. عزيز مكروم يتحدى الإعاقة في معرض عنوانه البارز كل شيء ممكن. اللحظة إلى التفاصيل. رسالة تحد باللون. يوقع هذا التحدي فنان تشكيلي كفيف. عزيز مكروم تجاوز الإعاقة ونجح في رسم لوحات تنبض بالحياة. الروبورتاج لأمينة خباب والتعليق بصوت حسن الحمادي. أن تتحول إلى ضرير بسبب خطأ طبي وتبدع بالألوان والإحساس، فالأمر ليس في متناول الجميع. عزيز مكروم وهو في ربيعه الرابع استطاع أن يفرض وجوده كفنان تشكيلي. درت 2 معارض في بروكسل، درت معرض في واحد الإقامة ديال المكفوفين، لا ريزيدونس دي زافوغل، درت فيها واحد المعرض ولقى استحسان كبير، لان لاول مره كيشوفوا انسان ما كيشوفش وكيرسم، يعني باش كيخرج داك الالوان ديال اللي لداخل عنده. ثنائيه الابداع والاعاقه حاضره في لوحات الفنان. ابداعه يضع الانسان في صلب اهتماماته الفكريه. الالوان كتشوفوا انها مفتوحه، والالوان يعني هذاك الشيء اللي كنت شفت قبل ما نفقد البصر ديالي. حيت الالوان باقين عندي في المخيله ديالي، يعني باقين ما تمحاوش. لوحات تؤتت للحظه التي يعيشها عزيز مكروم، وهي لحظات يطبعها الحزن والتفاؤل بعالم مشرق تؤتته الالوان. فهاد اللوحات هذه الرائعه اللي قدم هي كيعبر فيها على اللي في الداخل ديالو، كيعبر على داكشي اللي في المخيله ديالو. صعيب بزاف باش تعرف الالوان، تمجج الالوان وانت ضرير. اكثر من هذا باش تختار الموضوع، وهذا كيبهر. الابداع من خلال ملامسه الواقع لمواجهه الاعاقه. عزيز فنان تشكيلي يبقى فنه مثل الشلال المتدفق بالابداع والتجديد، متسلحا بالامل في الحياه.